أنا عمري ما هانسى الطفل ده. كنت باشتغل بادرّب أطفال عندهم يعني visually impaired، يعني عندهم إعاقات بصرية. والطفل ده كان مختلف شوية عن بقية الأطفال، هم طبعًا كلّهم visually impaired أو فاقدي البصر، بس هو كمان كان عنده مشكلة في يعني الاستيعاب السريع. المهم يعني أنا كنت بادرّب الأطفال دول على إن هم يحكوا حدوتة، هي كانت حدوتة كبيرة وإحنا مقسّمينهم parts، كل واحد أو كل طفل ليه الجزء بتاعه، وهو كان ليه جزء. وكنت باعتمد على الأمهات إن هم يشتغلوا مع الطفل ده. المهم إحنا كنا بنشتغل في وقت ضيق جدًا، جدًا، جدًا. كان عندي تقريبًا 4 أيام بس كل يوم ساعتين إن أنا أدرّب الأطفال على إن هم يعرفوا الحدوتة. يعني ما باحبش الحفظ، يعني باحب الولاد يبقوا عارفين الحدوتة كويس جدًا، فبنشتغل على إنهم يعرفوا الحدوتة، على إن هم يحطّوا أداء على الحدوتة بقى، صوت، تعبيرات وِش، حركات إيدين، كل حاجة تتحط على الحدوتة، ويبقى في harmony ما بينهم لإنهم بيحكوا حدوتة واحدة. المهم يعني فأنا اشتغلت مع الولاد ده في وقت ضيق جدًا، جدًا، جدًا. كل الولاد كانوا عارفين الحدوتة بتاعتهم، وهو كان عارف الحدوتة بتاعته، بس كان عنده مشكلة في إن هو آآ يفتكرها. وهنا بقى طلع لي سؤال، طب أنا هاعمل إيه في الوقت الضيق ده جدًا؟ عندي الطفل ده وأنا مش بتاعة إنه شيلي الولد من هنا وخلاص مش لازم الولد ده، ما عنديش النظام ده. بس أنا كمان حكواتية، والحكواتي أو الحكاء فاهم كويس جدًا، جدًا فكرة إن أنت تأدابت أو إن أنت ت ت ت تشكِّل وتغيّر الحدوتة أو الحالة بتاعة الحكي اللي هي طريقتك أو الحدوتة أو علشان الجمهور بتاعك. فبالنسبة لي الطفل ده كان جمهور، وسؤال كان إنه أنا هاوصّل له القصة إزاي؟ وكان عندي حل بسيط جدًا، 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 جدًا. الطفل ده فاقد بصر، الطفل ده حواسه التانية هي اللي شغالة. فالليلة اللي قبل العرض كنا بنعمل بروفة وهو برضه كان بيstruggle. أخدته من إيده من عند الولاد، ربنا ألهمني. أخدت معايا، أنا كنت جايبة معايا عشان أحفظهم كلّهم، عشان أعرّفهم، يعني مش أحفظهم، عشان أعرّفهم كلّهم الحدوتة. كنت واخدة معايا حاجات لمس، هم قُلنا الحواس التانية شغالة. فكنت واخدة معايا لكل واحد من حدوته الحاجات اللي بتpresent أو بتمثل الجزء بتاعه. فهو الجزء بتاعه كان فيه مفتاح وكان فيه مَيّة، فأخدته، خدت المفتاح وأخدت إزازة مَيّة، وابتديت إنه أمشي معاه في الحدوتة. فأنت الحدوتة بتاعتك فيها إيه؟ فإيه اللي حصل بعد كده؟ فيقول لي بتاع فتحة مفتاح، أروح حاطة في إيده مفتاح، وده إيه ده اللي في إيديك؟ ده مفتاح. فإيه بقى في الجزء ده في الحدوتة إيه اللي حصل؟ في مفتاح، بلا، بلا، بلا. وبعدين مَيّة، أمسكه إزازة المَيّة. المهم سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله وشكر لله، عرف الجزء بتاعه. وبعدين دخلته وسط الولاد، عرف الجزء بتاعه. خلاص؟ جينا بقى يوم العرض، فخلاص وعاملين، أنا شغالة مع الولاد واشتغلنا وبتاع. جينا بقى اليوم العرض على المسرح، هو قاعد هو الولاد وقف، أنا مش طيب أعمل إيه؟ فأنا برضه باقول لكم ربنا يعني معانا. فرُحت أنا كنت في آخر المسرح ورا الجمهور يعني، طلعت، 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 طلعت لغاية أول المسرح، قعدت كان في step كده، قعدت قُلت له: "يا كذا، هو إيه اللي حصل؟" كرّر الجزء بتاعه اتحكى كلّه بالطريقة اللي إحنا عارفين عليها بالضبط زي ما قُلناها وبس كده. هنا بقى السؤال بتاع إنه هو إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل مع الطفل ده خلّاه يبقى عارف الحدوتة كويس جدًا بتاعته، وحتى يوم ما يهنِّج بكلمة واحدة يقدر يفتكر الحدوتة بتاعته ويقولها بمنتهى السلاسة على المسرح، برغم كل المعوقات أو الstruggles اللي قابلناها. بالنسبة لي القصة عمرها ما كانت الحفظ أو أهمية إنه يبقى عارف الحدوتة بتاعته، أو إنه يبقى performance تطلع أحسن performance. أنا عمري ما كان ده هَمّني. أنا كل اللي دايمًا هَمّي في إن الطفل ده نقدر نوصّل له الحدوتة إزاي. إزاي أقدر أdeliver الفكرة بتاعتي للطفل ده بأنسب طريقة تنفعه. هي فكرة أنا هاوصّل لك الفكرة أو الحدوتة إزاي، وببساطة هو ده اللي أنا باعمله في حكواتية. أنا باشوف الجمهور بتاعي ده إيه، الجمهور بتاعي عبارة عن إيه. في حالة قصتنا إحنا عندنا طفل فاقد البصر، عنده cognitive level معيّن، أو تطوّر عقلي معيّن. هاوصّل له الفكرة إزاي؟ مش أنا ما أقدرش أوصّل له، لأ، هي إزاي هاقدر أوصّل له الفكرة. فالواجب بقى بتاع سيادتكم يا حكواتية هو إنه اسألوا نفسكم إيه الطريقة الأنسب إني أعرف أتواصل مع الشخص ده. هو الشخص ده شايف الدنيا زي ما أنا شايفاها؟ فاهم الحياة زي ما أنا فاهماها، والّا البارادايم بتاعه أو حياته ونظرته ليها مختلفة؟ حاولوا تغيّروا حاجة واحدة بس في الmessage اللي أنتم عايزين توصّلوه. اكتبوا لي في التعليقات. شكرًا، بعد كده. سلام.